دكتور نستكمل الإجابة. الأخ سائل يسأل عن كفارة 60 مسكين كيف؟ يعني كفارة هي إطعام. نعم. يعني إطعام 60 مسكينا، ويصدق على الطعام أي شيء يعني يأكلها الإنسان، مثلا خبز وحليب أو خبز وإدام أو يعني سميد دقيق. وأقله عند إمامنا مالك رحمه الله مد من طعام، يكفي أنه يمد لكل مسكين مد من طعام، يعني حوالي 600 غرام لكل مسكين. نعم. وهذا العدد يعني مطلوب أنه يطعم 60، مش يطعم واحد مقدار تاع 60، وإنما يطعم 60 فردا. ويمكن أنه يقسمها على مجموعة من العائلات، قال فيها عائلة مثلا فيها 5 أفراد، فيها عائلة 10 أفراد، فيجتهد ليقسم هذا الطعام. يعني يشري مثلا سميد مقدار يعني 600 غرام لكل مسكين، ويوزعها على هذه الأفراد أو هذه الأسر. ولا مثلا يديهم يعني يفطرهم عنده في البيت، أو أنه يكلف غيره، قال مثلا صاحب مطعم يعطيله قيمة تاع طعام تاع 60 ويقولوا تفطر لي مساكين 60 مسكينا. فكل هذا جائز إن شاء الله. نعم، بارك الله فيك.